السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وبصحة وسعادة يا رب. النهاردة بإذن الله هنعمل محشي كوسة ومحشي بدنجان ومحشي فلفل. تمام. هنسمي بسم الله ونحط مادة دهنية في الحلة كده تسيح زي ما احنا شايفين، سمنة ماشي، زيت ماشي، زي ما انت حابة. وهنا فرمين بصلاية كبيرة زي ما احنا شايفين كده اهو، ونبدأ نحطها كده. البصله دبلت يا حبايبي زي ما احنا شايفين. هنبدا نحط كميه الصلصه بتاعتنا عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام يا حبايبي. هنحط على الصلصه بتاعتنا شويه بهارات، معانا ملح وفلفل وبهارات وشويه قرفه صغيرين خالص. تمام. ملح وفلفل وبهارات مشكله اللي هي 7 بهارات وشويه قرفه صغيرين خالص. مش عايزه قرفه بلاش، يبقى ملح وفلفل وبهارات بس. تمام يا حبيبتي زي ما احنا شايفين كده، ونحطهم على الصلصه كده يا حبايبي. الصلصه بتاعتنا اتسبكت زي ما احنا شايفين كده اهو. دلوقتي احنا كده خلاص طفينا على الصلصه اهي. اول ما تبرد هنديها 5 دقايق تقريبا ولا حاجه. اول ما تحس ان هي بردت شويه هنخش معاكم على الخطوه اللي ورا. خليكم معانا لاخر الفيديو يا حبايبي. كده يا حبايبي رجعنا لكم تاني. الخطوه اللي وراها ايه؟ هنسمي بسم الله. بصوا دي الصلصه اهي بعد ما اتسبكت. هنسمي بسم الله ونبدا ننزلها في البوله بتاعتنا. دي الحله اللي انا هحشي فيها مكان الصلصه كده. هقطع البصل وهجهزها وهوريها لكم معايا خطوه بخطوه. هحشي في نفس المكان بتاع الصلصه بتاعت المحشي. تمام كده اهو. كده حطينا الصلصه بتاعتنا. هنا معانا الخضار بتاعنا اهو جاهز ومغسول ومتصفي، منقيينه وغاسلينه ومصفينه. هنسمي بسم الله وننزله على الصلصه اهو. كده حطينا الخضار معانا اهو. كمان نص كيلو رز مغسول. ونقلب الخلطه بتاعتنا كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. زي معانا ايه بقى هنا؟ معانا محشي بدنجان وكوسه. بصوا يا حبايبي اهو. نتوكل على الله بقى ونخش على الخطوه اللي جايه اللي هي خطوه ايه؟ خطوه الحشو. زي ما قلت لكم يا حبايبي، دي الصلصه، دي الحله اللي انا عامله فيها الصلصه ومجهزاها. بصوا دي كوسايه اتقطعت مني وانا بعملها، مفيش مشكله. هنعمل ايه؟ انا بحب احطها في الارضيه، في ارضيه الحل. معايا بصلايه برضو هقطعها شرايح، مش مهم رفيعه تخينه زي ما تحب، برضو في الارضيه بتاعي. هنا يا حبايبي الكوسه انا ما ينفعش تمليها على اخرها عشان ما تفرقعش منك، او الرز لما يستوي بيقوم طالع لحد بره خالص. لا احنا مش عاوزين كده. احنا بنسيب مساحه في الكوسه زي ما احنا شايفين كده اهو. ما بنملاهاش على اخرها، تقريبا فوق النص بشويه، يعني نص الكوسايه وفوق منها بشويه صغيرين، والباقي بنسيبه فاضي. بندي مساحه للرز انه يستوي. سواء كوسه او فلفل او بدنجان كله نفس النظام ونفس الطريقه، ما بيتملاش على اخره. تمام. يلا بينا نكمل الباقي. هنا بقى بعد ما خلصنا كل المحشي هنبتدي نرصه. بصوا حبايبي، طبعا احنا حشينا المحشي كله ورصيناه زي ما احنا وريناكم. الخطوه دي بقى في حاله لو انت ما عندكيش شوربه لا فراخ ولا شوربه لحمه، ما عندكيش اي نوع شوربه خالص تسقي بيه المحشي، هنعمل ايه؟ هنجيب شويه ميه في حله على النار زي ما احنا شايفين، وهنحط فيهم ورقتين لورا، وادي مكعب مرقه، معلقه واحده بس من الصلصه زي ما احنا شايفين كده، معلقه واحده بس اهو، وادي شويه فلفل،
هنجيب كمان بصلايه. ادي البصلايه يا حبايبي زي ما احنا شايفين اهو. هنبتدي نقطعها قطع صغيره عشان تستوي معانا اسرع فين في الحل اهو. كده احنا بنحبش الشوربه اللي احنا هنسقي بيها المحشي بتاعنا، وهنسيبها تغلي شويه حلوين، تغلي كويس عشان تنزل النكهات بتاعه ورق اللورة والبصل بتاعنا ومكعب المرقه يدوب فيها. نسيبها تغلي شويه حلوين جدا عشان تنزل كل النكهات البهارات اللي احنا حطيناها، وبعد كده نبدا نسقي المحشي. خليكم معانا وهوريكم. بصوا يا حبايبي كده هنبدا نسقي المحشي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدا نسقي بالشوربه بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدار ايه بقى؟ المقدار اللي احنا بنسقي بيه ما بنغطيش الحله خالص لحد اخرها، لا، الكوسه كده كده بتنزل ميه اساسا، يعني الكوسه اساسا فيها سوائل، فاحنا ما بنملاش الحله خالص للاخر، وفي نفس الوقت ما بننزلهاش قوي، بنخلي مقدار الميه تقريبا لحد نص الحله بس اهو زي ما احنا شايفين. تمام يا حبايبي، تقريبا نفس يعني نص المقدار بتاع الحله، لا بنكتر ولا بنقلل اهو زي ما احنا شايفين كده يا حبايبي. هنغطي بقى المحشي بتاعنا لحد ما يستوي خالص، واحنا بنقدمه باذن الله هنرجع لكم تاني ونوريه لكم. وباذن الله يا حبايبي فيديوهاتنا تكون نالت اعجابكم، ودايما نكون عند حسن ظنكم، واشوفكم باذن الله في فيديوهات جايه كتير وتكون سهله وبسيطه، وباذن الله تكون في متناول الجميع، ونشوفكم ان شاء الله في احسن صحه وفي احسن حال. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.